الحمد لله. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته، واحد لا من قلة موجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات ولا توهنه السنون، بذكره أنس المخلصون وبرؤيته تقر العيون، سبحانه يسبحه الطير في وكره ويمجده الوحش في قفره، وعد المؤمنين بتأييده ونصره فقال جل في علاه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما حكم اختلاس المال العام؟ نبدأ هذه المحاضرة بهذا السؤال: ما حكم اختلاس المال العام؟ وأنا أطرح هذا السؤال أشعر وكأنني أحمل جبال الأرض على رأسي، وأريد بأي وسيلة أن أضع هذا الحمل عن عاتقي، فما كنت أتوقع يوما أن أسأل هذا السؤال. أنا أطرح هذا السؤال والأسى يملأ علي جنبات قلبي، لما أراه في مجتمعات المسلمين من تكالب على المال العام يكاد يكون منقطع النظير. الناس اليوم أصبحوا لا يتورعون عن اختلاس المال العام، المهم أن يجمع المال. ولعل هذا ما خلفه النظام البائد في نفوسنا، جرأ الناس على أكل الحرام. لما جوع الناس وسد عليهم باب الحلال اتجه الناس إلى أبواب الحرام، فأصبح الأمر عاديا، أصبح اختلاس المال العام أمرا عاديا. المال العام لو علمنا حرمته ما تجرأ واحد منا على أن يمد يده إلى فلس واحد، لأن المال العام أشد حرمة من المال الخاص، لأن سرقة المال العام معناه سرقة للرعية بأسرها. عندما تسرق شخصا، تسرق ماله الخاص، أنت تسرق فردا واحدا. أما عندما تمد يدك إلى المال العام فإنك إنما تسرق شعبا بأسره، إنك إنما تسرق شعبا بأسره. والمال العام ليس محصورا في النقود فقط، المال العام ليس محصورا في النقود فقط، وإنما ما نراه من مؤسسات الدولة وما فيها من أجهزة ومقتنيات ومعدات كلها تدخل في نطاق المال العام، فيحرم عليك أن تأخذ شيئا من هذه المؤسسات إلى بيتك.
حتى ولو كان هذا الشيء دقيقا. يعني البعض تراه في عمل يمد يده إلى المال العام، حاسوب يحمله ويذهب به إلى بيته، قرطاسية العمل وما فيها من أقلام وغيرها تراه يحملها ويذهب بها إلى بيته. هذا والله إثم عظيم، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنا أسوق إليكم الآن مشاهدا ونماذجا للرعيل الأول من الصحابة لنرى مدى حرص هؤلاء على المال العام، لعلنا نلتمس من هذه النماذج العبرة والعظة. الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما نام على فراش الموت استدعى ابنته عائشة وقال لها: يا عائشة، كم عندنا من مال المسلمين؟ فقالت له: يا أبتاه، ليس عندنا إلا جمل كنا نحمل عليه الماء لك. فقال لها أبو بكر: رديه إلى بيت مال المسلمين. ثم قال لها: يا عائشة، اجلسي لتقدري لي المرتب الذي أخذته أجرة على عملي خلال الخلافة 30 شهرا، كانت عند الله خيرا من 30 قرنا. كان أبو بكر يتقاضى 3 دراهم كل يوم، تساوي اليوم 3 قروش. وحسبت له السيدة عائشة المرتب الذي أخذه من خزينة الدولة الإسلامية، فلما حسبته قال لها: يا عائشة، بيعي قطعة من أرضي وردي أجرتي إلى بيت مال المسلمين لألقى الله لا لي ولا علي. إلى هذه الدرجة يا أبا بكر؟ نعم، مع أنه كان يتقاضى هذه الدراهم أجرة على عمله في الخلافة، لكن ورع الصديق أبى إلا أن يرد هذه الأجرة إلى خزينة الدولة ليلقى الله لا له ولا عليه. قالت له السيدة الجليلة عائشة: فيما نكفنك يا أبا بكر؟ قال: كفنوني في ثوبي. قالت له: إنه قد بلي، إنه قديم وقد بلي يا أبتاه. فقال لها أبو بكر: إن الحي أولى بالجديد من الميت. الصديق أبى عليه ورعه أن يكلف خزينة الدولة ثمن كفن. شوف، أبى عليه ورعه أن يكلف خزينة الدولة ثمن كفن. نحن اليوم أقوام يذهبون إلى العلاج في الخارج على حساب ونفقة الدولة، ويعالج ويتماثل للشفاء ويشفى بإذن الله. يقال له: يا فلان، عد إلى ديارك، قد أكملت وأتممت علاجك بمشيئة الله. يأبى أن يعود، لأن السكن مجاني والعلاج مجاني، ويتقاضى في منحة. أيترك هذا النعيم وهم لا يعلمون أنهم بذلك قد أثقلوا خزينة الدولة ما لا تطيق، واعتدوا على حق مواطن آخر؟ قد يكون هناك مواطن آخر يريد العلاج، فهذا الشخص الذي اعتدى على حق غيره منع غيره من العلاج. عمر رضي الله عنه بلغ من حرصه على مال المسلمين أنه دخل عليه علي رضي الله عنه ذات ليلة، وعمر يكتب مرتبات الموظفين
وبجانبه فتيلة توقد بالزيت. كان يكتب مرتبات الموظفين على مصباح زيتي. فلما دخل الإمام علي على عمر وهو على تلك الحالة سأله عمر سؤالا عجيبا، قال له: يا علي فيم جئتنا؟ فقال علي: ولماذا تسأل هذا السؤال يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: إن كنت جئتنا في أمر يخص الأمة والمسلمين تركنا المصباح مضيئا، وإن كنت جئتنا في أمر يخصك أنت يا علي أطفأنا المصباح حتى لا نضيع مال المسلمين فيما لا ينفع المسلمين. شوف قطرات من الزيت. ما هو يا جماعة إذا أردنا أن نرتقي بهذه الدولة فعلينا أن نعود إلى هذه القيم. الدولة لا تقام ببناء المؤسسات وبناء المصانع فقط، فما قيمة المصانع إذا كانت القلوب خاوية على عروشها؟ وما قيمة المؤسسات إذا كانت الضمائر خربة؟ إذا أردنا أن نقيم دولة بالغة الذرى تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء فعلينا أن نعود إلى قواعدنا. إن كنت جئت في أمر يخصك أنت يا علي أطفأنا المصباح حتى لا نضيع مال المسلمين في غير مصالح المسلمين. قطرات من الزيت يأبى قلب عمر الرحيم أن يضيع وأن يذهب في غير مصالح المسلمين. فليتك اليوم حيا يا عمر وأنت ترى الملايين من أموال المسلمين تذهب في غير مصالح المسلمين. عمر خرج ذات يوم من بيته فرأى في يد ولده قطعة من الفضة، فقال له: يا بني من الذي أعطاك هذه القطعة؟ قال له: أعطاني إياها خازن بيت مال المسلمين. فغضب عمر غضبة كادت أن تهتك لها حجاب الشمس. حجاب الشمس كاد أن يهتك لغضب عمر، إذ رورقت عيناه بالدم وذهب مسرعا إلى خازن بيت مال المسلمين وقال له: لماذا أعطيت ولدي هذه القطعة من الفضة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قمت بعملية جرد لبيت المال فوجدت هذه القطعة فأعطيتها ولدا. فقال له عمر: ألم تجد بيتا من بيوت المسلمين يأكل الحرام غير بيت عمر؟ قطعة لا تساوي شيئا، ولكن عمر كان يخاف من أكل الحرام، كان يخاف من أكل الحرام، لأن أكل الحرام تترتب عليه أمور كثيرة، وستجني ثمرة أكلنا للحرام. هذه الثمرة هي ما نراه اليوم: فساد الشباب وطغيان الفتيات، والجزاء من جنس العمل. ما نراه اليوم من ضياع الشباب هو لأن آباءهم أطعموهم حراما. وماذا تتوقع من جيل أكل الحرام؟ ماذا تتوقع منه؟ هل تتوقع منه خيرا؟ احرصوا على أن تطعموا أبناءكم حلالا ولو كان قليلا. عمر رآه أحد الصحابة يجري وقت الظهيرة والشمس حامية الوطيس، والشمس قد ضربت وجه الأرض بسياطها الحامية، فسأله
لماذا تجري في هذا الوقت يا أمير المؤمنين؟ فقال: لأن جملا من إبل الصدقة قد ولى هاربا. جمل من إبل الصدقة وهو من المال العام، فخشيت أن يضيع فيسألني الله عنه يوم القيامة. لماذا لم ترسل أحدا في طلبه يا أمير المؤمنين؟ لا، أنا المسؤول عنه، أخشى أن يضيع فيسألني الله عنه يوم القيامة. علي رضي الله عنه لما تولى خلافة المسلمين جاءه أخوه عقيل وقال له: يا أمير المؤمنين، ها أنت قد أصبحت خليفة للمسلمين وأنا في حاجة إلى مال، أفلا تعطيني شيئا من بيت مال المسلمين؟ أفلا تعطيني شيئا من مال المسلمين يا علي؟ فماذا قال له علي وهو الإمام العابد الزاهد العارف بربه، وهو الإمام الذي عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه، وهو الإمام الذي عرف الله فأطاعه وعرف الشيطان فعصاه، وهو الإمام الذي عرف الدنيا فأدبر عنها وعرف الآخرة فأقبل بقلبه عليها. ماذا قال له؟ قال له: يا عقيل، إذا جن الليل وأرخى سبوله وغارت نجومه فأتني. وأخذ عقيل يعد الدقائق وكأنها جمرات، ويعد الساعات وكأنها جبال عظام ثقال، إلى أن جاء الليل. وكان علي قد أعد له سرة ولكنها لم تكن مملوءة بالمال. إذن فماذا كانت تلك السرة؟ أخذ علي قطعة من الحديد وحماها في النار حتى احمرت، ثم قال لأخيه عقيل: يا عقيل، مد يدك يا عقيل وخذ هذه السرة. وكان عقيل يظنها سرة مليئة بالدراهم والدنانير، لكنها كانت مفاجأة مباغتة، إنها كانت حديدة قد حميت بالنار. ما إن مد عقيل يده إلى السرة حتى خر مغشيا عليه. فلما أفاق قال له: أهكذا تصنع بأخيك يا علي؟ أهكذا تصنع بأخيك يا أمير المؤمنين؟ فقال له علي كلمة أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرميها. قال له: يا عقيل، إذا كان هذا حالك من نار الدنيا فكيف يكون حالي وإياك من نار الآخرة إذا أعطيتك شيئا من مال المسلمين؟ أنت ما إن لمست الحديدة حتى خريت مغشيا عليه، وهي نار الدنيا. فإني أخشى إن أعطيتك شيئا من مال المسلمين أن أدخل أنا وأنت نار جهنم يا عقيل. حرص على المال العام. كيف نتخلص؟ وما هو العلاج لما نراه اليوم من تكالب ومن استهانة بالمال العام؟ نحن نعاني أزمة أخلاقية، نعاني أزمة في الأخلاق، نعاني أزمة في السلوك، ولن تنقضي هذه الأزمة إلا إذا قمنا بتربية الفرد على مخافة الله وعلى خشية الله وعلى مراقبة الله.
اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا وصلنا بالفرد إلى هذا المقام والله حلت جميع مشاكلنا، حلت جميع مشاكلنا. جندي كان مع سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية. كما قلنا نريد أن نربي الفرد على مراقبة الله. فلما انقضت المعركة ووضعت الحرب أوزارها جاء هذا الجندي بعلبة مليئة بالجواهر ومليئة بالذهب ووضعها بين يدي سعد بن أبي وقاص. فسعد رضي الله عنه نظر إلى العلبة وقال له ألم تأخذ منها شيئا؟ ألم تأخذ منها شيئا؟